نستقبلوا مع الحضور الكريم الفنان المسرحي عبد الرحمن كيلاراج. نصحوني مرة صحابي بالزواج وقالوا لي بركاك من التعراج، راهي رايحة تديك المواج إذا بقيت في العزوبية. بقيت نطلع في الحساب ولقيت كلامهم صواب، وفي الغد بعتهم نواب يطرحوا لأهلي القضية. بابا وافق في الحال وقالوا نجيبوا بنت الخال، ويما جاها في البال نجيبوا وحده بدويه. اتفاهمنا على بنت المدينه، قال لك فاهمه ورزينه، تضل تمخمخ في الكوزينه وتطبخ طبخات زينه. عونا وقصدنا الدار وحاملين في يدينا النوار، ودرنا وحنا الزوار وقاصدين بنت معينه. الخال في بنته شكر ويزيد، قاريه وما خلاتش المسيد، وصحيحه كي الحديد، بنت العلم والتربيه وعلى عدا الصباح وعشيه. قلت لهم شنو هما الشروط، راني صرت لكم مربوط ومالي عندكم محطوط ونزيد لكم الشهريه. قال لي يا وليدي كي راك ترجل ابدا تسجل 20 صباط باش تبدل، و50 سروال مفصل ويكونوا ضيقين شويه. والذهب يكون صافي تجيبوه وانت زاهي، والشنطوف ما هو كافي راني درت فيكم مزيه. بنتي راهي غاليه وشريفه وما تخليش يدها خفيفه، 20 خاتم في القفيفه، والسلسله غاليه ما تنساش، والمليون لازم يكون معاك تقدموا لبنتي هديه. شري لها 10 كباش والدجاج مشوي ما تنساش، وتزيد لها كبه قماش، هذه حاجه رمزيه. بنتي ما تضربش النشاف ومن الحمام تخرج بالتلحاف، وشعرها تجيب له حفاف وتزور سامر كل عشيه. يا والطفلان تقت ملهيه، يا بابا لازم تنهيه يتركني نحكم فيه، ويمشي معايا بالنية. قال لي الشرط ما خلاص نقرأ فاتحة قدام الناس، قلت له يا طونطون راني لاباس ومنين نهرب يا خويا. باش نديها رحت نخدم نشفع المعلم تاعي واسمه برهومه، الحق كان حقرني في السومه. قلت معليش نخدم باش ندي في الطومه وخير من اللي يريح في الحومه. كان يخليني نخدم وحدي حتى تحت كومه. شحال خدمت عند البريفي، انت تخدم بنيتك والخدام يسكيفي. وكي تحكي المعلم يدير لك بيفي، يقول لك دبر راسك نحرت عليك حتى تكريفي، تما داك تقلق طيح مكريزي. قال لي ما تقلقش راك يا وليدي علوله، انا ما فهمت بلي حبي يلعب لي الاولى. طلعت لدار مواليها قلت لها شي كلمات، كي شافتني عرفت واش دارت، ندمت وبكات، شديتها من يدها وطلبت من ربي باش يرجعوا دوك اليامات. من تما طلعت عند البوشي، معرفه قديمه واسمه عمي العياشي، في حومتنا قاري 404 باشي. قال لي عسلامه وليدو جوز خود ساشي، ادي واش حبيت وعمك يزيد لك فيونداشي. قلت انا باش نشري هنا خاطري ما يتهناشي، رفت قفيفتي وجيت الميوزيك شو ماشي. لو كان نصتكم شتوما يا لي ميوزيسيان ويا لي تكنيسيان ويا محسن ويا البيبليك قلبي ما يبراشي. عبد الرحمن كيلاراج، مرحبا بك معنا في ميوزيك شو. يعطيك الصحة عبد الرحمن. الله يسلمك. اسمح لي نسقسي الجمهور اللي هنا، عجبكم عبد الرحمن؟ أنا ما عندي من نعلق أكثر. الله يخليه، تعلق لي فاست ولا؟ لكن تبان لي اليومك عيان شوية. لا شي صباط جديد نط لي فلوس في رجلي، ماشي عين الفلوس يا خربانة هكذا. على العموم نرحبوا بك في ميوزيك شو عبد الرحمن. على بالي انت تحب تضحك اكثر، دوك نضحكوا، لكن لازم قبل ما نشوفوا البطاقه تاعك تعطينا بطاقه التعريف تاعك. بطاقه تعريف؟ هاي فيستا نسيتها. انا على بالي الاسم عبد الرحمن. صح. لقب كيلاراج. من مواليد 66. فكرتنا في نواري بلون هكذا. 66 في 86. صح. زدت بولوغين. الله يبارك. وعايش باب الواد. الله يبارك خيرنا. ناس باب الواد. وعبد الرحمن هو استاذ مسرح. استاذ مسرحي.
انت بحكم خبرتك كي تحب تجوز ميساج يعني للناس للجمهور، تحب العمل يكون فكاهي اكثر، يعني هو اللي يوصل الرساله مقارنه بالعمل شي يعني دوك تراجيدي. ناضو فهموا بزاف. جو سوي با كونتر، ميم قريت الدراما وتراجيديا والكوميك، من الناس هم يحوسوا على الكوميك، هم يحوسوا ينحوا على خاطرهم، فهمت على. على العموم احنا من خلال الميوزك شو نحبوا نرفوا على المشاهدين من خلال في كل مره يجينا فنان يعني فكاهي يقدم لنا انشو، كذلك من خلال الفنانين يعني في مجال الاغنيه كذلك نقدروا نمروا رساله من خلال الاغنيه ان كانت يعني ايقاعيه ولا حتى تكون هادئه يعني. سي نورمال يعني خاصه لما تكون يعني الاغنيه فيها موضوع، وهذا الشيء يعني اللي نلاحظوه في فنك زينو. الحمد لله يعني احنا اول ما ندير قبل ما نديروا اغنيه لازم يكون سوجي نحكيو عليه، موضوع مالغري تكون اغنيه عاطفيه. يعني كل اكثريه الاغاني تاعي كانت عاطفيه صحيح. معليش كل اغنيه عندها موضوع يعني موضوع لازم يكون عندها يعني كي تسمع الكلمات كوبلي ورا كوبلي كاين حكايه كاين انستوار هكذا قاعده تمشي بالعقل وتفهم هذيك الاستوار. عبد الرحمن انت واش تسمع؟ انا ستيل اللي تسمعه؟ اسمع الاول حسني الله يرحمه. الله يرحمه. شي نقول لك على حسني يحس بالغنى تاعو، شغل يحس بالكلمه تاعو، سي بوغ سا انا كل ما حاجه حس بها فنان ولا شغل نتبعو ملي كنت صغير نتبعو. صحيح. احنا البطاقه تاعك ما تشبهش الباقي الفنانين، حبينا نديروا لك بطاقه سبيسيال كيما انت سبيسيال. الله يخليك. انت هنا دورك كفنان وممثل انك تفهمنا في الكلمه هذيك بلا ما تقولها. داكور. او زينو هنا الجمهور هنا انت تبدا تشرح، احنا ولا عرفناها دليل انك عرفت توصل الرساله، ولا ما عرفتش لازم تغني هذيك الاغنيه. تفضل. تغنيها. تفضل بلا ما يشوفوها. فوالا. تقرا العنوان الاول، تحط البطاقه وتبدا تشرح لنا. بون نشرح البيبليك ولا الزينو؟ شرح الزينو والجمهور ونشوفوا ولا عطونا تصفيقه يا خويا. بون زينو ولا البيبليك على حسب ما قريت. نتايا المثلو عندك غنيه راك حديرها وطري زامبورطون، بروديكتور يقول لك غدوه لازم نسجلوها وكلش وكلش كلش، راك تكتب وتروح تريسيتي واش دير. مالي مالي مال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي مال السعد ما سقم لي ليام. يعطيكم الصحة. شكرا. نروحوا لثاني عنوان. برافو جايبة عبد الرحمن. هادي وعرة هادي يا زينو. هادية في بالي زعما زينو روميو وجوليات تحد باش تروح ليها يديروا لك باراج ما تقدرش تروح، كيفاش دير باش تكونتاكتيها؟ لحمة اللي ربيتو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في غصاني. يعطيك الصحة عبد الرحمن، يستحق تصفيقة حارة. عبد الرحمن يعطيك الصحة. الله يسلمك. غنيت لنا وفهمتنا وضحكتنا، لازم كذلك زينو يغني لنا حاجة من الألبوم تاعو الجديد. ما جت في بالي تصرى لي هكذا، ما درت لهاش لحسابها، ما ظنيتهاش آخرة المحبة تكمل لي بالعذابة. فراقك طيح ماهوش ساهل، شديت والله ما قدرت، فرط فيك ماهيش بالساهل، واللي عمري راه تحتمتها. يعطيك الصحة زينو. نشكرك اللي كنت معنا اليوم في برنامج ميوزك شو. في الأخير واش تحب تقول لنا؟ حيو يعني ليكيب تاع ميوزيك شو كامل، ربي يخليك. اخ محسن يعني من المخرج التكنيك الرستم الناس الكل، يعطيكم الصحه ليميسيون يعني ما شاء الله. فيها بوكو ديدي جدد. نحييكم ثاني البيبليك راكم 10 على 10. ونحييو يعني كل جمهور تاع زينو وكل الجمهور. احنا نحيوك زينو اللي كنت معنا اليوم. يعطيك الصحة. نتلاقاو في فرص أخرى إن شاء الله. عبد الرحمن يعطيك الصحة. في الختام واش تقول لنا؟ ختام نقول البيبليك نحبكم ان شاء الله. ندير
واش نقدر باش دائما يكون جديد ان شاء الله إن في شاء الله. الكوميك ان شاء الله. عندنا فاصل ومن بعد عندك الكاميرا هنا. داكور. واش تقول للمشاهدين؟ بون اللي راكم تشوفوا فينا ومام اللي ماكمش تشوفوا فينا ريحوا معنا، على خاطر مع ليكيب كاين بزاف حاجات راك نزيدوا تشوفوهم. ريحوا معنا بعد الفاصل والسلام. حبيتك وعشقتك بلا سبب، قلت هذه هي المرة الأخرى، والخدعة جاتني على غفلة، ما ظنيتك تخرج لي ذي الخرجة، بسبتك انت كرهت كامل الدنيا، ما ظنيتك تخرج لي ذي الخرجة، بسبتك انت كرهت كامل الدنيا. ما
درتش النية وعلاش ما درتش النية امل زان في برنامج ميوزك شو. تفضلي امل. مساء الخير عليك. مساء الخير. مرحبا بك معنا في ميوزك شو. تحيه. شكرا. امل زان. وش راكي امل؟ الحمد لله لاباس؟ لاباس بخير. نرحبوا بك. وقبل ما نحكوا على امل زان الفنانه نحكوا على عويشه دور البطولة عويشة في والحراز. صحيح دور البطولة في مسلسل حسنة للمخرج بوعلام عيساوي اللي نحيوه من خلال البرنامج. إلى أي مدى كان هناك تشابه بين شخصية حسنة وشخصيتك الحقيقية أمل؟ نعم، شخصية حسنة هي شخصية فتاة شابة من العمر تمثل كل الأنوثة، ويعني تمثل أيضا الفن الجزائري الراقي. فأظن أن نقطة الاتصال اللي كانت بين شخصيتي وشخصيتها كانت يعني في نقطة الموسيقى، لأنه أنا من المدرسة الأندلسية، وكان علي أدي يعني شخصية حسنة ونغني فيها قطع موسيقية من التراث الجزائري. صحيح. أظن وبالتالي نشوفوا نقاط الالتقاء أنكم يعني في الموسيقى، العزف كذلك على العزف، كنت نعزف على آلات الكويطرة. الكويطرة أكيد، وكذلك دعم العائلة، يعني هذا الشيء اللي نعم دعم العائلة، لأنه يعني في المسلسل حسنة هي من عائلة فنية. دايوغ كان معنا الأستاذ دوماز، وكان هو أيضا في المسلسل يلعب دور موسيقي. وأظن أن يعني في الحياة الحقيقية تاعي كان عندي دعم من طرف الوالدين تاعك اللي هما مدرسين نظن. نعم. تي بيان رونسيني. على العموم يهمنا انه الضيف اللي يكون هنا انه نعرفوا عليه كلش، ونحبوا انه اطلالته من خلال ميوزك شو تكون ماشي نفس الاطلاله من خلال برامج اخرى. نحبوا المشاهد تاعنا اللي هو مشاهد ميوزك شو يعرف اشياء ما عرفهاش من قبل على امل اللي هي ممثله ومغنيه ومنشطه كذلك. بالاضافه الى كل هذا انت مهندسه معماريه. هل دراستك في الهندسه المعماريه خلاتك تعرفي انه الفن كما السلم لازم الواحد يعرف يعني وقتاش يطلع وكيفاش؟ نعم، اظن انه يعني في كلمه اركيتكتور في يعني متكونه من قسمين، ار سادير لار اي لا تكنيك. اظن ان الموسيقى ايضا هي سي تكنيك، مي يعني فيها روح فنيه، وباش يكون انسجام لازم يكون انسجام بين الاثنين باش يكون العمل حسن. صحيح. والميدان الفني معروف عليه ماشي سهل، وبالتالي يعني الواحد لازم خطواته تكون مدروسه. انا هذا واش لاحظته لما بحثت على معلومات على امل، انه كل خطواتك مدروسه، وهذا واش راح يلاحظوا الجمهور اليوم معنا كذلك المشاهدين من خلال بطاقه امل. انا نعطيك 3 كلمات وما عليك غير تعلقي عليهم. القيصريه. القيصرية هي الجمعية تاعي الأولى اللي كنت بها في مدينة شرشال. هي جمعية أندلسية، يعني جمعية الموسيقى الأندلسية. تعلمت فيها يعني نعزف على الآلات الكويطرة، وأيضا نغني من التراث الأندلسي. كان في عمرك 10 سنين كي دخلتي القيصرية؟ كان في عمري 10 سنوات، وبرفقة الأستاذ عبد الجليل الغبريني اللي نحييه أيضا. أنا هذا هو الاسم الثاني اللي هو الشيخ عبد الجليل الغبريني. وي. اللي تعلمتي على يده الغناء. تعلمت على يده، كان لي يعني كأخ كأب كأستاذ كصديق. فوالا سي اون بيرسون كي ما اكومباني. صحيح. بعد جمعية القيصرية 2002 تحصلتي على شهادة البكالوريا، بعدها كما قلنا درستي الهندسة المعمارية. 2004 التحقتي بالجوق الجهوي قبل الوطني. مدينة الجزائر. نعرف أكثر منك. الجوق الجهوي مع الأستاذ زروق مقداد. من بعد التحقت بالجوق الوطني بقيادة قرباس رشيد قرباس. الكلمة الثالثة ألحان وشباب. ألحان وشباب ليكسبيريونس دونك 2007 جوست ابخي لا سوتنونس تاعي التحقت بهذه ليكسبيريونس اللي كنت حابه نديرها دوبي توت ما في، لانه كنت نشوفها عبر القناه الاخرى، القناه الغربيه ولا الشرقيه، وكنت نتمنى تكون في برامج جزائريه. جات في الوقت المناسب اظن بعد الدراسه تاعي، فكان انتحاق يعني بدون تفكير. نقول لك انك تميزتي في برنامج ألحان وشباب تماما كما تميز الفنان سفيان زيقم. الجناح الطاير ودي مكتوبي لزين الزين علي
للسواحل ساير وطويلي الميال بالجنحين جيب المرا والبشارة وقت شنانها نوارة تتنسم بريحة الجزاير في ليلة 62 زينها يتلالى حبة جوهر في بساطة حسين خلات النسوان والرجالة يسهروا في جالها لسنين كي جابوها وزينوها فوق الرصاص طلعوها مثل القمرة بزينها شعالة ما بين 14 والعشرين عربية بأصولها تتغالى وأهلها بالقرب معروفين طلعت من شط البحر مرجانة وتعلت وجات بين وبين بين جبلها وبين ماها يا سبحانه اللي انشاها وردة بيضاء مسامية ريحانة فلة ممزوجة بياسمين قمري هديك جيد بشاير من عند الحرة هلال الزين قول لها راني نجيها زاير ونمتع القلب والعينين يا فاهمني بالخليلة ما هي طفلة ولا خليلة نظمت كلامي على الجزاير ومدحت عليها بصوت حنيني ليلي سفيان زقم، مساء الخير عليك، مرحبا بك معنا في ميوزك شو. اعطونا تصفيق على سفيان. مرحبا بك، نقدم لك امل ابدوزن، نقدم لك سفيان زقم. ما وليش نتعرفوا كيفاش. انا على بالي هذه اول مره تلاقاو. على العموم انا كي قدمت لكم بعضكم راني ناوي لكم على حاجه كما يقولوا، لكن قبلها خليني نهضر شويه مع سفيان. سفيان، قلت مع امل انك تميزت في برنامج الحان وشباب، والشيء اللي تميزت فيه انك اديت طابع من اصعب الطبوع الغنائيه في الجزائر، هو الطابع الصحراوي. لحد الان في رايك كسبت التحدي؟
هي في الحقيقة أنا نأدي هذا الطابع بما أني بالمنطقة تمتاز بهذا الطابع. وما نقدرش أنا اللي نحكم على نفسي، لكن في الأيام الفارطة كنت شاركت في تكريم الأستاذ خليفي أحمد اللي كان بقاعة ابن زيدون. الحمد لله كانت حاضرة العائلة تاع الأستاذ أولاده وكذا. حاولت اني نغني بكل ما اوتيت من روح ومن حب لهذا النوع الغنائي. الحمد لله على ما اظن كان عمل جميل. بالاضافه الى صوتك القوي والجميل تعزف ماهر على آلة العود والعديد من الآلات الوتريه، صح؟ لا بأس. كذلك امال انت تعزفي على القويطره كما قلنا مقبله، واش يضيف للفنان انه يكون يعني متمكن من العزف على آلة موسيقيه؟ هي كما نقولوا تجربه تكميليه يعني للغناء، نقدروا يعني نغني ونعزف يعني جو ماكومباني مع ويخليك يعني تغني بشكل صحيح. شكل صحيح ورنه جديده يعني فيه لو ريتم، فيه يعني لا ميلودي ايضا تبان اترافيغ الانسترومون. يعني ما شاء الله تغنوا بين زوج. فوالا سي كومبليمونتير. وتعزفوا بين زوج، وكما امال جاوبتنا على بطاقتها لازم خليفي احمد كذلك يجاوبنا. اولا الاستاذ شميسه محمد. شميسه محمد هو في الموسيقى هو الاب الروحي تاعي، لانه هو اول من اكتشفني في مدينه بوسعاده، وهو اللي وجهني من بين الناس اللي كانوا وجهوني الغناء البدوي الصحراوي. منير من خنشله، صديق وزميلي في الموسيقى. كان خاصنا اليوم باش يعزفنا على الناي. ان شاء الله فرص اخرى ان شاء الله. فرص اخرى ان شاء الله. صديقي كيما نقولوا نتوانسوا مع بعضنا في الايامات اللي نكونوا خاصه مع الدراسه، نعودوا في الامتحانات ومع الضغط تاع الدراسه هذا، وراك شايف. نقولوا للمشاهدين انه يعني راك في سنه خامسه، يعني باش تتخرج وتولي استاذ موسيقى ان شاء الله مستقبلا سفيان. ان شاء الله ان شاء الله. ورده الجزائريه اميره الطرب العربي، الانسان اللي قدرت ممكن انها نقدر نقول توصل انه الفنان الجزائري قادر يغني كل شيء. وانا ذكرتها يعني في بطاقتك لانك كنت تلاقيت بها سفيان من خلال برنامج الحان وشباب، كذلك امل كنت تلاقيتوا بالسيده ورده الجزائريه اللي نحيوها، وكما قلت انتم شاركتوا في مسابقه الحان وشباب، لازم كذلك تشاركوا اقول في مسابقه ميوزك شو. المسابقه تقول انه تقدموا لنا مقاطع غنائيه، واش حبيتوا لانه اصواتكم ما شاء الله تؤدي كل الطبوع، لكن اختياركم للمقاطع يكون باعتبار الحرف الاخير من المقطع اللي يكون غناه الاخر. بمن نبداو؟ معنا الجمهور هنا يعيش معنا اجواء تنافسيه. نبداو مع امال، خيري اي مقطع من اي اغنيه. مادام كنا نهضروا على السيده ورده نكمل يعني في الطبع الشرقي موشح. مقطع فقط. موشح فضلي. فقط. لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، حبي جمال فتنا. فتنا نون. نسم علينا الهوى من نفراي الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. دال. دور بيها يا الشيباني، دور بيها، دور بيها تخدم عليك وعليها. هنا هنا خير من الهي، طالع في العقبة والنار شعلة فيه. الها. هيا 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 اللي بيا، قلبي ما بغى يسعفني، حب العذراء هبلني، حد ما داري بهمي، حد ما داري بهمي. الميم. مالي ومال الشمعة ما ضلتني في ظلام، مالي ومال السعد ما سقم لي الايام، مالي ومال الشمعة ما ضوتني في ظلام، مالي ومال السعد ما سقم لي الايام. يعطيكم الصحة. على بالي يعني حلات القعدة معكم وأصواتكم ما شاء الله، على بالي لو كان نكملوا بمزوجكم في مستوى واحد، لكن مادام حبسنا في الميم وبرنامجنا يبدأ بالميم، نطلب منك
تلحني لي ميوزك شو وكذلك سفيان، وهنا احنا نعرفوا شكون اللي حيلحنها بشكل نعطيها لك انا جينجل. تفضلي. ميوزك شو ميوزك شو. سفيان نعطيها لك صحراوي. تفضل. ميوزك شو. يعطيكم الصحة. سفيان قبل ما تروحوا وتخلونا عندي طلب خاص، لأنه عندي صديق عنده شهر من اللي يخطب وقريب يتزوج إن شاء الله، وحاب نهدي له أغنية بصوتك اللي تتغنى ليلة الحنة. كاين استخبار عندنا في الصحراوي نديروه باختصار، نديروه لما يكونوا جايبين العروس من دار باباها لدار راجلها. تفضل. يا صغيرة جبناك يا صغيرة جبناك ويا صغيرة جبناك يا مولا علالك سبعاي. الله يعطيك الصحة. الحاجة اللي نقولها للمشاهدين ونقولها للجمهور أنه صاحبي هذا اللي يخطب عنده شهر وقريب يتزوج هو سفيان. سفيان مباركوا لك ونشكرك لأنك كنت معنا اليوم. وش قلنا في الختام؟ المعزوز ديالنا. غني له حاجة بمناسبة عرسه إن شاء الله أمال. حنينة يا حنينة وحنينة في تبصيل بالنار، وحنينة في تبصيل بالنار، يربطها خونا سفيان وبجاه النبي المختار. يعطيكم الصحة، انتم اللي كنتوا هايلين. شكرا لك سفيان، شكرا لك أمان. نتلاقاو في ختام البرنامج. يعطيكم الصحة ويستحقوا تصفيقة كبيرة منكم. تفضلوا. إذا شكرا لأمال وسفيان اللي كانوا معنا اليوم في برنامج ميوزك شو، هما نجوم برنامج ألحان وشباب لسنة 2007. معكم مشاهدينا مع الحضور اللي هنا نعود نستقبلوا نجمة برنامج ألحان وشباب الأولى لسنة 1995 الفنانة ندى ريحان. علي الحال